السؤال لحل امتحان معادلة ميكانيكا نموذج استرشادي 2018. أول سؤال تبع العزوم. بيقول لي القوة الأربعة قاف واحد وقاف اتنين وقاف تلاتة وقاف أربعة تؤثر جميعها عند نقطة الأصل، فإذا كانت ألف بكذا والب بكذا أوجد بعد نقطة ب على الخط واو ألف. يبقى لازم أجيب العزوم حوالين ب طالما عايز بعد نقطة ب، وآخد المعيار بتاعه وأقسمه على معيار المحصلة عشان هما كذا قوة. يبقى أجيب المحصلة الأول. اتنين وتلاتة خمسة وسالب أربعة واحد وسالب ستة يبقى سالب خمسة. واحد وسالب واحد يطيروا، اتنين وسالب تلاتة سالب واحد. يبقى العزوم حوالين إيه؟ حوالين ب. هيساوي الري اللي هي تأثير ناقص دورة. هي بتأثر في نقطة الأصل، ناقص ب يديني ناقص ب يبقى سالب اتنين سالب أربعة، دي واو ناقص ب في سالب خمسة وسالب واحد. يبقى ده يديني أطراف ناقص أوسط، يبقى سالب 18. يبقى لام هتساوي معيار العزوم 18 على معيار المحصلة، جذر 25 زائد واحد يبقى 26. يبقى ده كله 18 على جذر 26 يديني كام؟ 53 ألف. في أول سؤال الإجابة ألف. ماشي، تاني سؤال. ألف ب قضيب غير منتظم وزنه واو. رسمه كده. دي نزل الكلام اللي بيقوله. ألف ب قضيب غير منتظم وزنه واو، يبقى وزنه نازل من أي حتة كده مش شرط في النص، وأعمل البعد ده بس. يبقى دي أول حاجة. طوله 150، لو دي س يبقى دي كام؟ 150 ناقص. ويرتكز القضيب في وضع أفقي على دعامتين ملسوتين عند النقطتين ج ود، حيث ألف ج ب 35. يبقى هنا كده في ج وهنا في رد فعل أولي. وألف ج بكام؟ 35. وب د ب د ب 35 د. قبل ما أكمل 35 و35 كام؟ 70. من ال 150 يبقى كام؟ 80. ماشي. بقول لك إذا علق من ألف وزن قدره 12 أصبح القضيب على وشك الدوران. طب لو أنت علقت من ألف كده 12 أصبح على وشك الدوران، يعني الري 2 بكام؟ بصفر صح؟ والري 1 هتساوي إيه؟ 12 زائد واو. والعزوم حوالين ج هيساوي إيه؟ طبعا الري 1 طارت والري 2 طاروا، يبقى سالب 12 في إيه؟ 35 زائد واو في إيه؟ س ناقص 35. يبقى أنا عندي واو س ناقص 35 واو هيساوي 12 في 35 اديني 420. دي المعادلة رقم واحد. بيقول لي إيه بقى؟ وإذا علق من ب وزن قدره 20. يعني أنا لو رحت ب كده وعلقت وزن قدره 20 أصبح القضيب على وشك الدوران، يبقى رد الفعل البعيد ده بكام؟ بصفر. يبقى آخد العزوم حوالين إيه؟ حوالين د. يبقى العزوم حوالين د هيساوي ده يطير، هيبقى سالب إيه؟ سالب 12 في البعد كله. يبقى سالب 12 في البعد كله، البعد كله اصلا كان 150، اشيل منها ال 35 دي يبقى 100 وايه 15 ناقص واو في البعد. البعد ده اجيبه ازاي؟ والله بص دي كلها بكام؟ 35 زائد كام؟ زائد 80 يعني كام؟ 115 ناقص الحته اللي بتاعت س دي، ده كله يساوي صفر. اظبطها
يبقى موجب واو س ناقص 115 واو هيساوي الرقم اللي هنا بعكس الإشارة 12 في 115 يعني 1308. الناس اللي حلت دي واو س هتطلع بكام؟ واو طلعت بكام؟ وصلنا بقى للفقرة اللي إيه؟ اللي بتزعل الناس اللي موجودة في الزوم ما بتبقاش حل. طلعت بكام وكام يا شباب؟ كل الناس مش حلة؟ هي واو س طلع بسالب 12 والتاني طلع واو س بصفر. طلع غلط. القوة 20. الغلط هنا إن إحنا ما كتبناش هنا عزم القوة 20 صح كده؟ هنا المفروض أزود زائد 20 في 35 يساوي إيه؟ يساوي صفر. وال 12 دي المفروض ما تنزلش لان ال 12 دي تبع الحاله الاولانيه اصلا. يبقى المفروض ايه بقى؟ واو س ناقص 115 واو هيساوي سالب 20. اديني كام؟ 400. دي المعادله رقم 2. اللون بقى بالقلم اجيب واو س واجيب واو. و110 14 هو كان عايز ايه؟ انا عايز الوزن. ايه اللي غلط كده؟ هو كان ده عايز بعد الوزن مش عايز الوزن يبقى عايز السين. يبقى اروح ماسك 910 على ال 14 يديني 5 وإيه؟ 65. يبقى البعد هنا 65. ماشي. حلو. السؤال اللي بعد كده بيقول لي قوتين متوازيتين صغراهما 30 تؤثر في الطرف أ من قضيب خفيف أ ب طوله 66 67 والكبرى 40 تؤثر في الطرف ب مش عارف أعملها فوق ولا تحت. مقدار المحصلة ب10 يبقى تحت يبقى هم عكس بعض. محصلة خارج القوتين وفي اتجاه الكبرى. حلو. وأبعد خط عملها عن الطرف ب مقدار لام للمحصلة أوجد قيمة لام. يبقى القوة الأولانية في البعد ما بينها وما بين المحصلة هيساوي القوة التانية في البعد ما بينها وما بين المحصلة. على الآلة شفت سولف أجيب اللام. طلع بكام دي؟ طلع بكام؟ تطلع ب200 يبقى لام ب200. ده سؤال سهل مضمون. ده سؤال قوة متوازية مش ديناميكا لأ. ماشي. السؤال اللي بعد كده السؤال رقم 5 بيقول أ ب ج د شبه منحرف. هنرسم واحدة واحدة كده. عمودي يا شباب عمودي. شبه المنحرف العمودي.
ألف د بيوازي ب ج. ب ألف عمودي على ألف د. ألف ب ب4. ألف د ب4.5. ب ج ب7.5. خلي بقى دي إيه؟ دي 3 ودي كام؟ 4 ودي تقفل كام؟ 5. ماشي. ونقطة ميم هي مسقط نقطة د. ميم أثرت القوة 20 في ألف ب. هنا كده في 20. وعندك 30 في ألف د. وده الجيم بكام؟ 34. وعندنا بعد كده بعد ال 34 دي إيه؟ ميم د. ماشي. وعندنا 20 في ميم د. دي 20. وعندنا جيم ألف بكام؟ ب 53. عايز عزم الازدواج المكاني. عزم الازدواج هو نفس العزوم حوالين أي نقطة. ممكن آخد عزوم حوالين ج وأخلص المسألة. إيه اللي هيطير؟ أي حاجة مرت بالجيم دي هتطير، واللي كانت ماشية في جيم ألف تطير. يبقى القوة اللي ماشية في ميم د اللي هي 20 تيجي بالموجب في البعد اللي هو كام؟ 3. خلصت. وال20 اللي ماشية في ألف ب تيجي بالسالب في البعد اللي هو كام؟ 7.5. خلصت. واللي جاي من فوق دي موجب 30 في البعد اللي هو كام؟ 4. ده كله أجيبه بالآلة، هجيب قيمة الازدواج على طول. تطلع بكام بقى؟ تحل الكلام ده اسمها. ب30. اه حلال. تمام ب 30. صح. قيمة أسلوب الحل ده صح؟ يبقى أسلوب الحل ده أنا أحله إمتى؟ في أي مسألة ازدواج ملخبطة، أو أنا مش عارف أجيب الازدواج إزاي، أو الخطوات التانية اللي أنا هعملها هتبقى طويلة. يعني الحل الآخر اللي أنت ممكن تكوني حليتي بيه، هتروحي تجيبي الازدواج ده ازدواج أولاني، وهتقولي لي بعد كده في ازدواج تاني، في هنا باشمهندس، في هنا الشكل ده باشمهندس، ده مثلث يعمل ازدواج، واجيب ده اجمعه على ده. حليتي كده ولا ايه؟ ماشي. السؤال اللي بعد كده السؤال رقم 6. صفيحة رقيقة شكل مثلث متساوي الساقين أ ب ج، حيث أ ب بيساوي أ ج، طول ب ج ب10. علقت الصفيحة من ثقب صغير عند رأس أ بواسطة مسمار. أنا بدور على ده كله على وضع الصفيحة، فاتزنت الصفيحة بحيث أصبح الضلع أ في إيه؟ أفقي. يبقى أجي هنا كده أروح أعمل له أ ب ده أفقي، أروح مكمله بقى المثلث أهو. حلو. سمي بقى أ ب أفقي ودي الج. يبقى هو بيقول لي إن أ ب عند أ ج، يبقى دي 13 ودي 13 ودي 10. علقت الصفيحة من ثقب صغير من قرب من رأس أ، يبقى هنا في إيه؟ في رد فعل. أثر عليها ازدواج. عايز وزن الصفيحة. ما هو الوزن بيأثر فين يا ولاد؟ في نقطة تلاقي إيه؟ نقطة تلاقي متوسطات المثلث. أنا عندي في نقطة هنا اسمها إيه؟ اسمها ميم، اسمها نقطة تلاقي متوسطات المثلث، دي اللي بيأثر فيها الوزن. الوزن هنا اسمه واو. النقطة دي أجيبها إزاي؟ ما دي عملت عمودي هنا، بقى ده كام؟ 5 13 كام؟ 12. نقطة تلاقي متوسطات المثلث دي اسمها ميم. بتقسم المثلث، بتقسم المتوسط نفسه بنسبة 1/2 من جهة القاعدة. لما ده كله 13 5 يبقى كام؟ 12. يبقى واحد ياخد النص والتاني ياخد الضعف، يبقى كام وكام؟ 4 وإيه؟ و8. الحتة دي كده ب8. حلو.
مش مهندس برضو اجيب الوزن ازاي؟ اضطر ان انا امد الوزن كده. طب ليه بتمده يا باشمهندس؟ عشان اقول ان الحته دي بتمثل ايه؟ العمود. العمود بين الوزن وبين ايه؟ وبين رد الفعل. يبقى انا المفروض الوزن لما اتضرب في العمود دوت اللي هو مثلا اسمه س، اداني ايه يا بني؟ اداني الازدواج اللي هو كام؟ 800. طب عايز اجيب س دي اجيبها ازاي؟ ركز معايا بقى كده. لو انا سميت الزاويه دي ه ورحت المثلث الصغير ده، س بالنسبه لله ايه؟ وهو هنا الزاويه 90 اهي، يبقى س بالنسبه له ايه؟ مجاور. حلو. على الحته اللي معلومه دي ب 8 بالنسبه لله ايه؟ وتر. يبقى مجاور على وتر، يبقى ده قانون ايه؟ جت اهي. بس ده في المثلث الصغير. طب في المثلث الكبير المجاور بكام؟ 12. والوتر بكام؟ 13. يبقى من خلال ده اقدر اجيب السين 12 في كام؟ في 8 على ايه؟ على ال 13. على الاله شيفت سولف اجيب الواو على طول. حلها كده ولا؟ مش حلاها، مش فاهماها. مش فهمت؟ طيب الحل اللي انا قلته. وانا كنت فاهمة لحد ما عملنا زاوية 90 بعد كده تهت. مش ما فيش مشكله، نعيده تاني. يبقى لما نعملها بالاله تطلع 108 و33. ماشي. من الاول خالص بص الرسم. احنا رسمنا اهوت الايه ده؟ ده الالف ف. اروح مكمل المثلث. ابتدي اطلع من هنا ايه؟ رد الفعل اللي عندي ايه؟ عندي الف. حلو. وهنزل من هنا زاويه كام؟ 90. حلو. كان ده اسمه الف، وده ب، وده ج. ده كله كان ب 10، دي بخمسه، ودي 13. فاهمه دي كده صح؟ تمام. حلو. جينا هنا في نقطه هنا اسمها ميم. دي نقطه تلاقي متوسطات المثلث. بتقسم المثلث بنسبه 1 الى ايه؟ بتقسم المتوسط نفسه بنسبه 1 الى ايه؟ 1 الى 2 من جهه القاعده. طب وطول الضلع ده كله بكام؟ ب 12. عشان اقسمه بنسبه 1 الى 2 يبقى 4 8. فاهمه دي كده؟ تمام. حلو. اضطر ان انا اعمل ايه بقى؟ امد الوزن ده لفوق. ليه بتمده؟ عشان اقول ان الحته الصغيره دي هي البعد الايه؟ البعد العمودي. العمودي بين الوزن وبين رد الفعل. هم دول اللي بيعملوا الازدواج اصلا. طب عايز اجيب الحته دي سميها س. تمام. وطول الحته دي في زاويه 90، وطول الحته دي ب 8. عايز اجيب بقى السين دي اجيبها ازاي؟ بمسك زاويه هنا ه، واعمل علاقه في اله في المثلث الصغير تبقى هي نفسها العلاقه في المثلث الكبير. فالعلاقه بتاعت المثلث الصغير س على الثمانيه. السين دي بتمثل ايه؟ مجاور. والثمانيه وتر. فاهمه دي كده؟ ايه معايا ولا لا؟ ولا طلع مثلث بره؟ تمام. تمام. يبقى مجاور وايه ووتر، ده قانون ايه؟ الجتا. يبقى اروح للمثلث الكبير برضو اعمل مجاور على وتر. المجاور بتاع المثلث الكبير ده بكام؟ 12. 12 صح. أهو. والوتر بتاع المثلث الكبير بكام؟ 13. حلو. من خلال دي بقى اجيب السين. جبت السين المساله خلصت.
تمام كده. اه تمام فهمتها. حلو. ماشي. السؤال اللي بعد كده، في حد بيسأل هنا في الشات. يا مستر جبنا الوزن من الطول، من الطول ايه يا مريم؟ من الطول ايه؟ مش فاهم. اقول لك جسم كتلته 1.5 من ميزان زنبركي في سقف مصعد. اذا هبط المصعد هابط يا شباب، ايه القانون بتاعي اللي تحت؟ كاف د ناقص اللي فوق رد الفعل بيساوي كام كده. حل ازاي كاف د؟ يبقى انا عايز اجيب ايه اصلا؟ عايز اجيب الري، اودي الري بعكس الاشاره واجيبك ايه؟ كاف جي. ممكن اخد الكاف مشترك على فكره، ويبقى لي ده الناقص. يبقى اذا الري بتساوي ايه؟ كاف اللي هي كام؟ نص 9 و8 ناقص الاتنين ونص بس. واعملها بالاله. إيه اللي يطلع راح اقسمه على 9 و8 عشان احول للسهم، ان هو عايز الحل بالسهم. طلع بكام دي؟ 37%. صح، 37%. ثقل ايه؟ كيلو جرام. السؤال بعد كده السؤال رقم 9. تسير سيارة ألف على طريق مستقيم، وكان مقدار سرعتها بالنسبة لسيارة أخرى ب قائمة في الاتجاه قادمة في الاتجاه المضاد 114. الاتجاه المضاد يبقى عين ألف زائد عين ب بكام؟ 114. وعندما خفضت السيارة ألف سرعتها إلى النص، يعني بقت نص عين ألف، أصبح مقدار سرعتها بالنسبة للسيارة ب 76، يعني زائد عين ب تساوي 76. عايز سرعة السيارة ب، أحلهم بالآلة، أجيب عين ألف وأجيب عين ب. طلعت عين ألف بكام وعين ب بكام؟ عين ألف ب76، عين ب أيوه. ب38. 8 وإيه؟ 30. 30. تمام زي الفل. ماشي. السؤال اللي بعد كده السؤال رقم 11. ألف ب القضيب غير منتظم. مسألة القضيب الغير منتظم. أوكي كده. بنزل إيه؟ الوزن. واحدة واحدة كده. يرتكز القضيب في وضعه أفقي. مش ده حليناها قبل كده نفس المسألة ولا اتغيرت؟ على دعامتين متساويتين عند نقطة ج ود. شبهها بالظبط. دي 32، واللي هناك دي كام؟ 39. إذا علق من ألف وزن قدره 75، لو أنت علقت من هنا 75، أصبح القضيب على وشك الدوران. تعرف نحل؟ أقسم بريه واحد وأقسم بريه اتنين. لما تعمل كده يبقى ريه اتنين بستة، وأجيب العزم حوالين دي، ودي تطير برضه. يبقى سالب 75 في كام؟ في 39. زائد واو في كام؟ في س ناقص 39. قسمها بالس. يبقى واو س ناقص 39 واو هيساوي 75 في 39 بكام؟ 2925. يقول لك ايه بقى؟ كمل سؤالك. وإذا علق من ب وزن قدره 125، يبقى ده كده مش موجود بقى. أصبح على وشك الدوران برضه. عايز واو. يبقى هنا ر واحد بكام؟ بصفر. آخد العزم حوالين د. يبقى لما آخد العزم حوالين د ده يطير برضه. يبقى سالب واو في كام؟ أنت دلوقتي كله 150، يبقى الحتة دي كده 150 ناقص س ناقص 32. يبقى 150 ناقص 32 ناقص س، يبقى 118 ناقص س.
يبقى كده خدت دي، ناقص لي ال 125، يبقى زائد 125 في إيه؟ 32 بيساوي صفر. أظبطها معادلة زي اللي تحت، يبقى واو س ناقص 118 واو هيساوي سالب كام؟ 125 في 32 يبقى سالب 4. حلها بالآلة، أجيب واو س وهجيب الواو، بس هو كده كده مش عايز السين هنا. طلعت بكام دي؟ الواو طلعت ب87.66%. واو س 6343.7. 87 و66. ده المهم بالنسبة لنا اللي هو إيه؟ الوزن. ماشي. السؤال اللي بعد كده، سقطت كرة من المطاط كتلتها كذا من ارتفاع كذا عن سطح أفقي صلب، فارتدت رأسيا لأعلى أقصى سرعة الارتفاع كذا، وكان زمن التلامس كذا. احسب إيه؟ احسب رد الفعل. احسب رد فعل الأرض على الكرة. لو أنا عندي كرة كده وقعت على الأرض هتنزل بإيه؟ بكاف دال، وهتنزل بإيه تاني؟ بالقوة. وإيه اللي طالع لأعلى؟ رد الفعل. يبقى رد الفعل هيساوي كاف دال زائد القوة. كاف ب6/10 ودال ب9.8 زائد القوة. أجيب القوة إزاي؟ أقول له قف إيه؟ قف نون هتساوي إيه في إيه؟ كاف في دلتا عين. قاف في نون، قاف أنا عايزها، ونون بكام؟ ب 143 من 1000. هيساوي كاف كام؟ 6/10 في ده العين، يبقى عين 2 زائد عين 1. قلنا اللي أنا أجيب عين إزاي هنا يا شباب؟ اتكلمنا على القصة دي كذا مرة. المقارنة أنا عندي حاجة تقع من ارتفاع، يبقى جذر 2 في إيه؟ في إيه؟ في د، على طول من خطوة واحدة، زائد جذر 2 برضه في حالة الرد في د. في حالة الرد بكام؟ ب4. واخلص كده واعمل شيفت سولف اجيب القاف. القاف طلعت بكام؟ 111.4. 111 4/10 ده القاف. يبقى هنا زائد 111 4/10. يبقى 117 و28. هنا في السؤال ده مش موجود. حلو. السؤال اللي بعد كده، قول لي ساق خفيفة طولها 36. خفيفة يعني الوزن بتاعها مهمل. ماشي. معلقة أفقيا بخيطين رأسيين. يبقى أنا جبت الساق أهي وعلقها أفقيا بخيطين رأسيين، أحدهما مثبت في الساق من نقطة على بعد 9. يبقى من نقطة على بعد 9 كده ده خيط، والآخر من نقطة على بعد 15 من الناحية التانية ده خيط برضه، ومعلق من الطرفين ثقلين متساويين. تعالى بقى نسمي ده كله رموز. ده كاف وده كاف عشان هما متساويين. سميت ده ألف ب ج د. واحدة على بعد 9، التانية على بعد 15. فإذا كان كل من الخيطين يتحمل شد لا يزيد عن 54، عايز الشد الآخر. يبقى أنا عندي واحد فيهم ب54، يبقى التاني بإيه؟ 20. يعني يبقى أجي أقول له إن 20 زائد 54 بيساوي إيه؟ 2 كاف. آخد العزم حوالين ج. ليه؟ عشان أطير الشين. يبقى سالب كاف في كام؟ في 9. وموجب كاف في كام؟ في كام؟ ده كله 36 ناقص 9 يبقى 5 وإيه؟ و20. صح ولا إيه؟ لا، 36 ناقص 9 27. ناقصني ال 54 بالسالب. البعد كله 36، يبقى 36 ناقص إيه؟ 19. ب 17.
ده كله يساوي صفر. على الآلة هجيب الكاف، أعوض هنا أجيب الإيه؟ الشين. الكاف هنا طلعت بكام؟ اللي ما كنتيش حلها. لا ما كنتش حلها. ماشي، الكاف عندي بكام؟ ب51. يبقى أنا عندي ش هتساوي 2 و51، يعني 102 ناقص 54. تديني 8 وإيه؟ 48. لا أكيد في حاجة غلط كده. إيه الغلط بقى؟ إحنا قلنا سالب 9 كاف أزمة حوالين ج. ماشي. وال 54 بالسالب، والحتة دي كده كانت ب15. يبقى 36 ناقص 9 ناقص 15 يديني 12. البعد الأولاني ده أصلا 12. والكاف دي كانت على بعد كام؟ قلنا 36. 36 ناقص 9 بس اديني 27 سنة. تطلع 36. يبقى الشين هتساوي 2 في 36 يعني 72 ناقص 54. تدينا 18. يبقى الحل هنا بكام؟ ب 18. ماشي، السؤال اللي بعد كده. كرة قدرتها كذا، قذفت أفقيا بسرعة كذا، اصطدمت بحائط رأسي وارتدت بسرعة كذا. إذا كان الزمن بكذا، عايز مقدار قوة دفع الحائط على الكرة. يبقى الدفع بيساوي إيه؟ ق في ن، اللي هو نفسه إيه؟ كاف في دلتا عين. يبقى ق أنا عايزها ونون بكام؟ 1 على 28 هيساوي 260 وأقسم على 1000 عشان أحول دلتا عين. يبقى عين 2 ناقص عين 1. عين 2 ب61 على 100، هيبقى زائد عشان أغير الاتجاه 84 على 100. على الأقل يا شباب أحلها. طلعت بكام دي؟ طلعت ب7.9 من 10 نيوتن، يعني 8 من 10 ثقل. حلو. يبقى الحل هنا كام؟ 8 من 10 صفر. متأكدة من الكلام ده؟ انا حليتها على الآلة زي ما حضرتك حليتها. هي طلع معايا ب 10 5 5 6. تمام. ولما أقسمها على 9 و8 عشان أحول لصفر، تطلع بواحد و8 من 100. تمام؟ اه يبقى اكيد كتبت حاجة غلط على الآلة. فبيراجع الأرقام كده تلاقي في حاجة مش مظبوطة. ماشي. السؤال اللي بعد كده السؤال رقم 17. أ ب ج د سداسي منتظم. وده كده إيه الشكل الثلاثي بتاعنا؟ 205 في ب ج. يبقى هيقابلني بعد كده 205 تانية في السنة عشان هو عايز ازدواج. خلاص دي كده 156 اللي هي تاني واحدة في ده الجيم. ويقابلني عكسها 89 و6 فين؟ في ده الايه؟ ده الواو. ده الواو. ويقابلني عكسها.
كام بتقول؟ 89 و6. عايز مقدار عزم الازدواج المكافئ، هما كام ازدواج؟ 3. ال 156 وال 156 يبقى موجب. الوتر يا شباب، الوتر بكام؟ طول الضلع 8، يبقى 8 ايه؟ جذر 3. خلصت دي كده. اللي ماشيه دي ودي، العمود ما بينهم هيبقى طول الضلع، يبقى سالب 9 و8 و6 في طول الضلع اللي هو كام؟ 8. خلصت برضه. وال 205 وال 205 سالب 205 اللي هو الوتر برضه اللي هو كام؟ 8 جذر. اعملها بالآلة، المسألة خلصت. طلع بكام دي؟ 1395 و76 من 100. كام؟ 1395 و76 من 100 اللي هي جيم. صح كده، 1395 و76 اللي هي. تمام زي الفل. ماشي.